السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن 3 رموز كده حلوين او 4، علشان ناس كتبت لي كتير في التعليقات، فانا حلفت على طول ان انا هرد عليكم ماشي بالفيديوهات. بس اللي ما اشتركش يا ريت يشترك، واللايك يا جماعة، اللايك والشير عشان كل فيديو انزله جديد يوصلكم. واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. ماشي يا جماعة، والله العظيم 3 انا بحبكم في الله. ربنا يرزقكم ويرزقنا من حيث لا نحتسب، وينجح كل اولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، ويفرحكم كلكم بولادكم يا رب يا رب. كل واحد يا رب مستني فرحته بنجاح ابنه ينولها ربنا باذن الله. بصوا بقى يا حبايبي، احنا النهارده هنتكلم عن رمز حاجة لو شفتها في المنام اعرف ان انت كنتي بتدعيها من زمان وربنا استجاب لك خلاص. ان انت لو شفت نفسك في المنام ان انت بتدعي، بس بتدعي على ايه انت مش عارفة، بس ده في المنام وايدك لفوق وبتدعي كده، اعرفي ان انت في دعاء كنت دعيتيه ومن زمان وربنا استجاب لدعاك دي، والحاجة دي هتقضى لك من حيث لا تحتسب. بقى ميعادها جه وربنا هيقضيها لك باذن الله. ما هو ربنا قالك والله لانصرنكم لو بعد حين، فهو ربنا اراد بقى ان هو يرد لك الدعوه اللي انت دعيتيها في المنام لما شفت ان انت بتدعي وانت مش عارفه انت بتدعي على ايه. تمام، والله اعلى واعلم. تمام يا جماعه. طيب رؤيه اللي هي واحده بعتلي بتقول لي على العربيه او السياره، تمام، سواء للست او للرجل. لو شفت نفسك ان انت راكبه عربيه فخمه وكويسة جدا، اعرف ان انت هتخش في مكانة عالية او انت هتخش في مكانة عالية جدا، وحياتك هتبقى يعني منصب هتاخده جديد، علو في شأنك، علو في حياتك، دنيتك هتبقى عيشة تانية خالص، هتروح لمكان تاني خالص بحسب شكل العربية وقيمة العربية وموديل العربية. طيب لو كنت سايق بقى العربية او انت كنت سايقة العربية وشايفة الطريق سالك قدامك ومفيش تعترة ولا في تكسير ولا في اي، العربية ماشية كده زي السكينة في الحلقة، ماشية كده الطريق بسرعة، اعرفي ان ربنا اراد لك بشيء والدنيا هتمشي معاكي بسرعة وامورك هتتظبط والدنيا هتبقى عسل وهتبقى تمام، ويبقى كل اللي انت تمنيتيه من ربنا حققه لك اللي انت شفت الرؤية دي، وتبقى بشرة خير وبشرة هنا وسعادة. طيب لو شفت ان انت راكبه العربية برضو بنفس المكان، بس ايه ان انت مش سايقه وفي تعتره وفي تكسير وفي شويه امور هتبقى متلعبكه عندك او عندك وربنا يعني ايه هيسويها تعدي، عشان العربيه برضك ماشيه وانت في نفس العربيه وسايقه، تبقى عندك شويه مشاكل في بيتك مش عارفه تظبطيهم، عندك مشاكل في بيتك او في شغلك مش عارفه تظبطها، وشويه امور تعتره ومتكسر يعني في كلاكيع هتعدي. تمام بحجم. طب انت لو راكب العربية او ولقيت نفسك راكب في عربية اقل من اللي انت كنت راكب فيها دي، اعرف على طول ان انت مثلا ممكن هتنزل رتبة في شغلك، او انت هتعاني شوية تاني في حياتك. ما انت نزلت العربية من الاحسن للاقل، يبقى في شوية مشاكل، هموم، ضيقة مادية. ويا رب دايما تكونوا راكبين العربية الفخمة، والله اعلى واعلم. طيب رؤية الحصان يا جماعة، اللي يشوف الحصان شديد وبيجري بسرعة دي تظبط امور وصحة وعافية ورزق وورث وحاجات جميلة عايدة عليك، دي الحصان. ولو بنت عزباء شافت الحصان والحصان ابيض، اعرف ان انت هيجيلك عريس وعريس جميل جدا ومنصب وحاجة ايه. تمام. ولو طالب شاف الحصان في المنام ان هو راكب حصان او الحصان بيجري قدامه بسرعة ورهوان، اعرف ان انت باذن الله الامتحانات هتكون سهلة وهتجيب مجموع عالي جدا. طيب لو واحدة شافت بقى الحصان مهزول او تعبان او كده، هتبقى عيشة تعب، معاناة، قلة فلوس،
انت الطالب برضك لو شاف الحصان هزيله ماشي بالراحة تبقى في المواد كلها ماشي بالزق، المواد كلها تبقى مكسل يعني، هتجيب مجموع ضعيف طالع بالزق. تمام. طب لو البنت العزباء شافت نفس الحصان اللي هو الضعيف الهزيل، اعرف ان العريس ده على قد حاله، مش شغله وظيفته، على قد حاله، على قد الحصان اللي انت شايفاه. والله اعلى واعلم. ماشي يا جماعة. طيب رؤية ايه تاني يا جماعة؟ لو شفت ان انت بتخرجي صدقة في المنام، عرفي ان انت في هم وضيقة، فلازم تطلعي حاجة عشان ربنا يا ربي يعدلك من الامور دي على طول. تصلي وتدعي وتطلعي صدقة عشان انت شفتيها في المنام. والله اعلى واعلم. طيب بص يا جماعة، برضو رؤية اللحمة، لو شفت اللحمة مستوية فده رزق، ورزق طيب يعني، دقتيها وكلتيها كده رزق جايلك، ورزق طيب، رزق جايلك بسرعة. تمام. اما اللحمة النية اعاذك الله منها، رؤيتها غير محمودة، دل على النميمة ودل على حاجات تانية، اعاذك الله منها. ماشي يا جماعة. فالحب دول الرموز اللي انا قلت لكم عليها لانها جات لي كتير في التعليقات. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس يا جماعه.